أوقات كتير بنلاقي إن الأفكار الوحشة أو حتى الكويسة ما بتجيلناش غير قبل النوم. تفتكروا ليه لما بنحط دماغنا على المخدة عقلنا بيفعل نظام الفتح لكل الملفات القديمة أو الملفات أو الأفكار المؤذية؟ ببساطة لأننا طول اليوم بنكون مشغولين، كلام، مسؤوليات يومية، مهام، الموبايل، بتطلع من مهام بتدخل في مهام، فمفيش وقت إن ده يشتغل. لكن أول ما الهدوء يجي العقل يبدأ يطلع كل حاجة جواه، أو بمعنى أوضح كل حاجة مأجلين إننا نفكر فيها بالنهار، وقت انشغلنا، مواقف قديمة، خوف من بكرة، أو إحساس ما أخدش حقه جواك. وعلم النفس بيقول إن التفكير الزايد أحيانا بيكون لأن في مشاعر جواك محتاجة تتفهم مش تتكبت. وديننا علمنا إن العقل محتاج يهدى جدا قبل ما ينام، ما يشتغلش في أفكار مؤذية طول الوقت، وخصوصا قبل النوم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيعالج ده ازاي؟ بإنه يقرأ أذكاره قبل النوم في هدوء واسترخاء. كان بيستشعر كل ذكر بيقوله، وكان دائما قبل نومه بيسلم أمره لله عز وجل. فكان ماشي بعبادة التسليم، أنا نايم ومسلم أمري كله لله عز وجل. كأنه بيوصل لنا رسالة وبيقول لنا مش لازم تشيل كل حاجة لوحدك، اتكلم مع ربنا، اكتب اللي جواك، وفي النهاية فوض أمورك دي كلها لله عز وجل وسلم. وما تنساش، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمش كل تفكير في مشكلة لازم يكون له حل، أحيانا ده بيكون محتاج إنك تقرب من ربنا أكتر وتشغل قلبك وعقلك بربنا أكتر. وبس كده، السلام عليكم.